بعد انتهاء قمر وجراح من الاختبارات، يقرران العودة إلى الديرة عند الشيخ صقر لقضاء فترة الإجازة والابتعاد عن ضغوط الدراسة. لكن طريق العودة قد لا يكون آمناً، إذ تشير التوقعات إلى احتمال وقوع حادث يعرضهما للاختفاء قبل وصولهما، ما قد يفتح باباً لأحداث خطيرة في القصة. من التفاصيل المهمة أيضاً السلسلة التي تمتلكها قمر، حيث يرجح أن تضيع أثناء الحادث وتتحول لاحقاً إلى دليل قد يساعد في كشف ما حدث. في المقابل، يحاول مبروك الوصول إلى معلومات حول مكان قمر وجراح عبر بعض الأشخاص القريبين منهم، لكن تحركاته قد تتعطل بسبب مغادرتهما المفاجئة. وإذا تأكد خبر اختفائهما، فمن المتوقع أن يتحرك الشيخ صقر بسرعة ويرسل مجموعة من رجاله مثل شاهين ومهاوش ورشا للبحث عنهما في المدينة. ومع بدء البحث تتصاعد الأحداث وتزداد التوترات، حيث قد تظهر خيوط جديدة تقود إلى الجهة المسؤولة عن الاختفاء. الأحداث القادمة من المسلسل تبدو مشوقة جدا، خاصة مع احتمال اختفاء قمر وجراح قبل وصولهم إلى الديرة، لأن هذا الأمر قد يفتح بابا كبيرا للتوتر والصراع في القصة. كما أن فكرة ضياع السلسلة قد تكون تفصيلة صغيرة، لكنها قد تتحول إلى دليل مهم يكشف ما حدث لاحقا. كذلك أتوقع أن تحركات الشيخ صقر وإرساله لرجاله مثل شاهين ومهاوش ورشة ستزيد من حدة الأحداث، وقد نشهد مطاردات وكشف أسرار جديدة في المدينة بشكل كبير. يبدو أن الحلقة القادمة ستحمل الكثير من المفاجآت والتصعيد في القصة.